السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم تاني في حلقة تانية اليوم. حلقة مباراة الأهلي والمصري بورسعيد. حلقة حلقة تضييع الوقت، حلقة الحكام. أنا يا ريت ما اسمعش المعلقين يقول الحكم ده دولي في مصر عامة. يعني حكم دولي يبقى ليه كلمة. حكم دولي مش زي الحكم الضعيف، الحكم اللي مش ليه شخصية اليوم. يعني حكم مش له شخصية اليوم خالص. ضيعوا. لعبنا الشوط التاني 25 دقيقة و20 دقيقة، يلا بالسلامة. يعني اللي اتحسبوا كلهم 25 دقيقة، والباقي يلا الله يعطيك العافية. فين الماتش اللي هو بتلعبه ماتش 90 دقيقة كامل أو الشوط ل45 دقيقة؟ مفيش. تضييع وقت باحت. يعني تضييع وقت باحت. يعني يلا. المهم هارد لك، الاهلي خسر نقطتين. الاهلي برضه في المركز الاول في الصداره ب 31 نقطه. الاهلي ضيع اهداف كتير، يعني كوره زي بتاعت حسين الشحات دي ما تضيعش، يعني يا مجدي يا قفشه. حط رجلك، يعني انت السهله ما بتشوطهاش والصعبه بتشوطها. يعني وحسين الشحات طلعها بره. وشادي حسين نازل، يا شادي حسين يا شادي حسين، انت نازل لسه نازل. يعني انت المفروض تلعب وتسجل وتجيب اهداف. يعني انت اجت ليك اكتر من كورة ما استغلتهاش خالص خالص. يعني بتعترض على ايه؟ انت مهما تعترض مهما تعمل مش هيديلك حقك. يعني انت المفروض ما تعترضش. عاد انت خدت انذار، ما تعترضش. المهم الاهلي يتعادل مع المصري، تعادل بطعم الخسارة. يعني بالنسبة لجماهير الاهلي تعادل بطعم الخسارة. ان شاء الله الماتش الجاي يبقى احسن. يا رب يجيبوا لنا حكم اجنبي، عشان انا زهقت من الحكام المصرية. الحكام المصرية ديت يعني انا لما بسمع ماتش للاهلي وفي حكم مصري، ولكن في ماتش للاهلي اصلا عادي. ماتش زي موجود زي مش موجود. يعني ماتش موجود زي مش موجود عادي يعني. المهم هارد لك للنادي الاهلي بخساره نقطتين، وحظ اوفر في الماتش اللي قادم. نلعب الماتش الجاي مع مع المصري، مع سموحه في الكاس. ان شاء الله نلعب ونفوز على سموحه، عشان سموحه متعادله معانا الماتش اللي فات. ونشوفكم الحلقه الجايه، وما تنسوش الاشتراك في القناه. وسلام.